ناس كتير بتتلخبط، هو ده قولون تقرحي ولا مرض كرونز؟ والغلط في التشخيص مش بسيط لأنه بيغير خطة العلاج بالكامل. خليني أوريك الفرق بعين المنظار. الاتنين بيندرجوا تحت مظلة التهاب القولون المناعي inflammatory bowel disease، لكن سلوك المرض مختلف ما بين الاتنين سواء تقرحات القولون أو مرض كرونز. الفرق بين مرض تقرحات القولون ومرض كرونز، مرض تقرحات القولون بيبقى مرض سطحي، القرح بتبقى في المنطقه السطحيه، بتبقى الميوكوزا بس ما تبقاش غويطه، على عكس مرض كرونز لا، ممكن القرح تبقى غويطه وتعمل ناسور او تعمل وصله ما بين الامعاء، ممكن توصل لحد الجزء الاخراني فالقرح بتاعتها بتبقى غويطه او تعمل فيشر او تعمل ناسور. فمهم جدا ان احنا نفرق ما بين مرض تقرحات القولون ومرض كرونز. الفرق بين مرض تقرحات القولون ومرض كرونز، مرض تقرحات القولون بيبتدي من منطقة الشرج، بيبقى الالتهاب موجود في منطقة الشرج ويبتدي يزيد واحدة واحدة لحد ما يأثر في بقية المناطق، وهو مرض كونتينيوس مكمل، ما يبقاش فيه سكيب ليجن، مفيش حتت سليمة وحتت مصابة. طبعا الالتهاب لو زاد يبتدي يأثر على الجزء الشمال من القولون، فيبتدي يأثر على المنطقة دي والمنطقة دي، فبالتالي ده بيبقى ماسك الجزء الشمال من القولون. لو المرض زاد يبتدي يأثر على أكتر من نص القولون، ده بيسموه بيعدي منطقة نص القولون، بيعدي منطقة السبلينيك فليكشر ناحية الطحال، فالالتهاب بيبقى من بادي من فتحة الشرج ومكمل لحد ما وصل لنص القولون. طبعا لو المرض شديد جدا وبدأ يأثر في بقية القولون بيسموه بانكولايتس، مأثر في كل القولون زي ما احنا شايفين كده، مأثر في كل القولون، ده اسمه بانكولايتس، وده بيبقى أشد شوية من الأمراض العادية، لكن ما بيخش الأمعاء الدقيقة. في بعض الحالات بيعمل حاجة اسمها باك ووش إليايتس، لو مأثر على الحتة دي بسيط بس مش قرح جامدة زي بتاعة تقرحات القولون. بالنسبه لمرض كرونز لا، هو مرض بيسيب اكتر المنطقه اللي اخرانيه من الامعاء، اخر جزء من الامعاء زي ما شايفين كده، ده المنطقه المصابه في الامعاء، بتبقى اخر منطقه في الامعاء. طيب المرض لو ما اتشخص بيبتدي الموضوع يزيد، ممكن يبتدي يأثر في المنطقه بتاعه الامعاء، يبتدي يحصل فيها دي، لان دي اكتر منطقه بيبقى فيها التهابات ودي، ويأثر في بقيه القولون، فده كده المرض نشط او زاد اكتر. طيب لو برضو ما اتشخص او زاد في الاعراض يبتدي يأثر في مناطق تانية. طبعا اكتر حاجه بيأثر فيها الامعاء، بيأثر في القولون، كذا حته في القولون منها المستقيم، ممكن يبتدي يأثر في المعده، ويبتدي يأثر في الامعاء الدقيقه، وممكن يبتدي يأثر في المريء. ببساطه هو دي الحاجه اللي بتخلي ان الالتهاب يبتدي يزيد. طيب برضو لو ما تشخص في بقى ايه، عشان قلنا قبل كده ان مرض تقرحات القولون مختلف عن مرض كرونز، مرض كرونز بيعمل ناسور او بيعمل وصله ما بين الامعاء، فممكن يحصل ناسور ما بين الامعاء وبعض، ممكن يحصل ناسور ما بين الامعاء والقولون، ويحصل ناسور ما بين الشرج والمستقيم. فساعات المريض بيجي لنا يقول لنا انا عندي افرازات من السره، افرازات من فتحه الشرج، افرازات من الحاجات دي، هي دي اللي بتبتدي تاثر وتعمل الاعراض اللي احنا بنقول عليها او بنتكلم عليها.